يلا بينا، والنهارده هنتغدى غدوة حلوة قوي. ملكمش دعوة طبعا بطبق الرز ده، يعني ده حاجة إضافية كده لو حابة تاكليه معاها. طبقنا النهارده حلويات. بس كده مش مشكلة كلها. أنا هقول لكم هي فيها إيه بالظبط. بس مبدئيا أنا هحط مية على النار تغلي. في الوقت ده أنا غسلت الفشة بتاعتي والحلويات ولحمة الراس. يا سيدي بقى لو فيها لسان وحتة طحال ولا حتة كبدة بقى، يعني هتبقى حلويات كاملة. لكن والله أنا قايلة للجزار، بس هو اللي عطاني الحاجات دي لما روحت البيت. المهم غسلتها وحطيت المية على النار زي ما انتوا شايفين، وهنزل بيها بقى. ما تنسوش تحطوا في المية نقطة خل علشان ما تخليش الحلة الألمونيا تسود. بس انا حتة نقطة الخل دي انا نسيت اصورها، بس قلت برضو اقول لكم. انا هنا هخليها تغلي على النار لحد ما يطلع العين بتاعها قبل ما احط اي اضافات فيها. تغلي كويس، هتلاقي بقى كده شايفين العين طالع فوق الوش. بالمعلقة بقى كده حاولي تشيليه كله وتتخلصي منه خالص. حبة في ناس ممكن تغير المية نهائي، يعني تكبي المية وتشطفيها وتحطيها تاني على النار. فانت عندك الاتنين زي بعض، فاللي يعجبك اعمليه. هنا بقى معانا ملح وفلفل اسود، ومعانا ورق لورا وحبهان مطحون، معلقة صغيرة ومعلقة فلفل ومعلقة ملح، لان لسه هنحط ملح تاني لما نيجي نكمل وصفتنا. انا هنا هحطهم وهسيبها بقى تكمل سواها خالص. وهنا بقى كانت استوت وحطيتها في الطبق. وهنا هعمل ايه؟ هكون جايبة بصلاية كبيرة مقطعاها، طبعا محضرة السمنة وتوم بالفلفل الأحمر اللي بقى عملته معاكم قبل كده، وفلفل قرن حامي على قرن بارد زي ما انت عايزة. والكمية برضو ليكي انت حرية الاختيار. ادي الحلة بتاعتي مكانها زي ما هي اللحمة، يعني ما عملتش فيها اي حاجة. انا حطيت معلقة سمنة كبيرة ومعلقتين زيت، ونزلت بالبصل. هشوح البصل كده يعني يدبل شوية، وبعد كده هنزل بالفلفل. هخلي التوم بعد الفلفل علشان طبعا ايه التوم بيتحمر بسرعة واحنا مش عايزينه يتحرق. فانا هنا بشوح البصلة كويس، وبعد كده هنزل بالفلفل الاخضر. وزي ما قلنا ان ليكي حرية الاختيار في الكمية. في ناس بتضيف عليها طماطم، بس انا مش حباها بالطماطم، انا حباها كده. هنا بقى الثوم بتاعي هنزل بيه. ادي معلقه ثوم كبيره. وهبدا برضو الاول هنزل بالتوابل بتاعتي. معلقه كزبره، طالما هتحطي توم هيبقى لازم كزبره ناشفه، التوم عايز له كزبره ناشفه. بصوا بقى ولا ريحه ما اقول لكمش فعلا على ريحتها. وملح وفلفل اسود تاني. وهقلب بقى، ولاول ما ريحه الثوم تطلع كده وتبقى تمام. بصوا خدوا بالكم ان البصل مصفرش ولا اعطى لون. هنا برضو زي ما هو، بس مجرد ان الثوم اتحمرت انا هنزل بقطع اللحمه بتاعتي والفشه. وهقلبها بقى تقليبه حلوه قوي. وهسيبها كده على النار 5 دقايق مع بعضيها، تاخد وتدي بشكل ودي، وتاخد بقى من طعم البصل والثوم والكلام من ده. وبعد كده نقدمها. قدميها بقى زي ما انت عايزه، يعني حابه تقدمي معاه الرز والمخلل، حابه تاكليه بالعيش، دي حاجه ترجع لك انت. طبعا اتمنى ان الوصفه تعجبكم وتنال رضاكم، وما تنسوناش في اللايك والشير. واشوفكم على خير، وسلام عليكم.